السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل البانيه المشوي ورز المشاوي. وجبة حلوة كده أنا بحبها جدا، فحبيت إن أنا يعني أوريها لكم. أول حاجة هنتبل البانيه. حطيت بصلاية وسط كده مبشورة بالمبشرة عادي، وحطيت رشة ملح ورشة فلفل أسود و يعني رشة بابريكا. من كل حاجة حوالي ربع معلقة صغيرة من التوابل، فلفل اسود وبابريكا وفصين حبهان كده مش كتير، وورق لورا بس كده، مش هنحط حاجة تاني، وليمون. دي التوابل بس، دي التتبيلة بتاعت الشوي. حتى يعني لو حابة تشوي فراخ ممكن تعملي التتبيلة. وهنحط معلقة صغيرة من العسل الأبيض. ما عندكيش عسل أبيض تحطي معلقة صغيرة من السكر، بيعمل كده كرملة حلو للبانيه، في التتبيلة بيساعد ان هو يبقى طري كده وحلو. وحطينا ليمونة او نص ليمونة كده نعصرها، وهنقلب بقى التتبيلة دي كلها في بعض علشان مية البصل تطلع منها. بعد كده طبعا هنكون غاسلين البانيه كويس، وهنحطه بقى علشان يتبل في التتبيلة اقل حاجة ساعتين، علشان تاخدي بانيه كده طري وحلو، ما يكونش ناشف معاكي. حابة تحطي زبادي مع التتبيلة دي هيبقى حلو برضو، او ممكن تحطي شوية لبن صغيرين، بس انا يعني اكتفيت بدول وكانت بصراحة تتبيلة حلوة يعني. هنتبل بقى واحدة واحدة كده لغاية ما نخلص الكمية دي نص كيلو بانيه. وبعد كده بقى هنحطه في التلاجة. واخر حاجة بحط شوية زيت زيتون كده، بس بعد ما يعني اقلبه في التتبيلة، علشان لو حطيت الزيت مع التتبيلة الزيت كده هيعمل يعني هيغلف البانيه، مش هيخليه يتشرب من التتبيلة. بعد ما بقلبه في التتبيله كده والتوابل والبصل، بحط اخر يعني حاجه كده زيت زيتون بيخلي طعم البانيه. بعد كده هنعمل الرز الاصفر او رز المشاوي. حطيت معلقه سمنه وشويه زيت في الحله علشان يسخنوا، وهنكون محضرين التوابل اللي هنحطها في الرز ده الطعم كله بيبقى من التوابل. ايه هي بقى التوابل معانا هنا؟ من كل حاجة ربع معلقة بصل بودر وكركم وسكر ومرقة دجاج ولون بودرة الزعفران وبهارات وفلفل اسود وورق لورا وحبهان. من كل حاجة ربع معلقة صغيرة، بس السكر هنحط معلقة صغيرة كاملة. وحطينا فصين حبهان بس، ورقتين لورا مش اكتر، ويعني حوالي نص مكعب مرقة دجاج كده. وهنحطهم كده بالظبط 5 ثواني في السمنة والزيت. وبعد كده هنكون غاسلين الرز. انا عاملاه برز مصر عادي، ممكن تعمليه بالرز البسمتي. الرز ده بجد حلو جدا مع اي نوع مشاوي انت عاملاها، سواء كفتة او فراخ بانيه، او ممكن فراخ بانيه مقلية كمان. اي لحوم عامة يعني بيتعمل جنبها بيبقى حلو جدا. وبعد كده رشينا كده شوية ملح، وبنشوح الرز في التوابل والسمنة كده والزيت لغاية كده تحسين ان هو نشف معاكي من المية. وبعد كده هننزل بمية مغلية على طول، واول لما الرز يتشرب هنوطي عليه. دي بودرة الزعفران اللي انا قلت احطها، يعني اقل من ربع كمان. بودرة الزعفران بتبقى عند العطار، تبقى لون بس. وهنسيبه بقى يتشرب مع نفسه. وهنيجي بقى نسوي البانيه. جبنا هنا طاسة، اي طاسة عندك تيفال، وحطينا رشة زيت صغيرة مش كتير. احنا مش عايزين نقليه، ما تكتريش الزيت عشان ما يبقاش مقلي، احنا عايزينه مشوي بس يا دوبك الزيت علشان ما يلزقش معانا. هنرصص البانيه كده على نار عالية، وبعد يعني 10 ثواني كده هنوطي عليه النار وهنقلبه من ناحيتين لغاية ما يستوي. ده البانيه المشوي بيبقى حلو جدا. والرز الرز مع البانيه المشوي ده تبقى وجبة حلوة جدا. تعملي جنبها سلطة وسلطة طحينة، سلطة خضراء وسلطة طحينة، بجد احلى وجبة هتاكليها. وهنقلبه على الناحيتين. انا كده كنت موطيه النار، ما تعلوش النار علشان ما ينشفش، خلي النار كده وسط، او يعني بس لازم ينزل على نار عالية لغايه ما يوصل معانا. شايفين بقى طري ازاي كده؟ علشان نسويه على
نار متوسطة مش عالية. هنفضل بقى نقلبه من ناحيتين لغاية ما ياخد معاه لونه الحلو. وانا هنا كنت حطيت كده شوية زبيب مع الرز قبل ما اغرفه، يعني ياخد السخونية بتاعة الرز يعني. وهنا غرفت البانيه مع الرز، بجد وجبة حلوة جدا مع سلطة طحينة وسلطة خضراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.